نرفع راسنا فيك. الله يسلمك. بس قبل ما اشرب قهوتي ودي اشرب. عندي ضيف عزيز. معلش. اسمه مشروع امير الجري. بيتكلم ابو فراس. خليه يتكلم. رحبوا فيكم. اهلا وسهلا. اعطيه يتكلم. ما بقي كلام بعد كلام اخونا ابو سلطان، وانا وجماعتي ابناء قبيله بيري نعتبر حالنا الان احنا جاهه مع الجاهه على السوق. سيدي يعني انا مش مفاجاه لي الكلام اللي تفضلت فيه، لانه الطيب من مصدره ما يفاجئك، بيفاجئك الطيب من غير مصدره، لكن من هذه الوجوه الطيبه ما تفاجئك. وهذا اقل فعاليكم واقل مواقفكم واقل مكانكم. فانا باسم اخواني شاكر ومقدر للاستقبال الطيب، هذه الوجوه الطيبه، هذه الوجوه المبتسمه، هذه الوجوه اللي تبعث على الطمانينه وتبعث على الثقه، هذه الوجوه وجوه الاردنيين اللي عودونا عليها دائما انهم يستقبلوا ضيوفهم بالطريقه اللي استقبلتوا فيها. فشاكر لك اخوي والحمد لله على سلامتك. شاكر لك اخوي ابو عمر ولاخواني السعوديين كافه ولاخواني عشائر بلي، هذول برضو من الناس اللي لهم العادات الطيبه والعادات الحميده. وبقدر انه هذه اخلاق الاردنيين، هذه اخلاق الاردنيين الحمد لله اللي طول عمرهم على التسامح، طول عمرهم يحبوا بعضهم البعض، طول عمرهم لا جد الجد مواقفهم بمثل هذا الموقف مش اقل منه ان شاء الله دائما. واحنا عودتنا اللي جيتوا مين؟ عطوا ان شاء الله. احنا جينا نطلب السماح، احنا جينا نشرب قهوتكم على طي الصفحه طويل العمر، واللي يتكرم بالقليل ما يعجز عن ما عليكم بالكثير، ما يعجز والله ما عليكم كثير. سلمتي طول الله يسلمك. فاحنا اتمنى الموضوع ينتهي، وان كان والد الشاب اخوك وابنك ورجل من رجال والمحترمين المتعرفين والله نحمل له كل احترام. انا ادري وان كان ارجال الشباب ال السعودي ايضا ابنائنا واخواننا، فشاكر لك ابو سلطان ولاخوانك ولاهلك على الاستقبال الطيب، وهذه من اردف اعينكم، وعسى الله يديم بلدنا ان شاء الله بالخير والبركه والطمانينه والامن والامان، وتحت هذه الرايه اللي عودتنا على مكارم العادات، ودائما بيننا لتدعم عاداتنا الطيبه وتؤازر عاداتنا الطيبه بقياده